السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعلكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، شايفين قرص الكرنبيط ده؟ بس مش عارفه يا عيال طلع فيه حته حمراء ليه؟ ايه الحته الحمراء دي؟ مش عارفاها. ما علينا. شايفين القرص القرنبيط ده مع حبه الخضره دول؟ قلت بقى النهارده ايه، بما ان الجو لسه ساقعه والمطر شغال، بعد ما احشي الكرنب قلت اعمل لهم قرنبيط. بس هعمل القرنبيط ده بقى مش بالطريقه اللي انا بشوف قرنبيط معمول بطريقه افتكاسات. انا هعمله بالطريقه اللي امي الله يرحمها كانت بتعمله بيها. بس يعني قبل اي حاجه فضلا منكم وليس امرا، تدعوا لاختي ربنا يخليها لاولادها يا رب. بصوا بقى، انا بعد ما نضفته كده من الحاجات اللي كانت فيه دي، جبت حله الميه ديت، حطيت 3/4 ميه وبتغلي، وحطيت الملح. وبص بقى، ما بقطعهوش وبحطه كده. امي بقى كانت بتعمله كده، كانت تحطه كده من غير ما تقطعه ولا اي حاجه، تيجي حاطاه كده من عند الجذور من تحت كده، تخلي الجذور دي اللي تحت في الميه المغليه، وتيجي مغطياها وسايباها 10 دقايق. بعد كده تيجي مطلعه. بصوا عامل ازاي، شايفين يا عيال؟ مولع نار. هسيبه بقى كده يبرد على بال ما احضر له التحبيشه بتاعته. دي الطريقه اللي انا اتربيت وطلعت لقيت امي الله يرحمها كانت بتعملها، وكان بيبقى احسن قرنبيط ممكن تكليف حياتي. بصوا، وادي بقى يا كتاكيتي، جبت البوله اللي استانلس دي، حطها على الحله كده عشان انا مش قادره يا عيال، ايديا وجعاني قوي مش قادره اقول لكم. بصوا، وادي بيضه واحده بس عشان القرص ده صغير، بس طبعا لو قرص كبير حط بيضتين، ولو بتحب البيض الكتير حطي 3 براحتك، حطي زي ما انت عاوزه. بس انا حطيت بيضايه واحده ومعلقه ملح ومعلقه فلفل، وهقلبهم بقى كده. دي بقى الطريقه اللي هي على قديمه، الطريقه بتاعت زمان. فككوا بقى من الطرق اللي اقطعه مش عارفه ايه، احط ايه، ماليش انا في الجو ده. يعني انا مره عاوزه ابقى اجرب الطرق الجديده دي، بس حاسه انها مش هتيجي معايا سكه، ما اعرفش مش عاجباني. ما علينا. وادي ايه، هحط 5 معالق دقيق، ولو احتجت تاني هحط. انت عارفين وانا بعمل قرص القرنبيط دلوقتي، اللي واقف ورايا الولا بودي وماسك رغيف العيش ومستني بس كده اول ما اطلع يحط 2 في رغيف عيش وياكلهم قبل ما يروح الدرس. بس هقلب بقى كده الكوبايه ميه عشان الدقيق ايه الخلطه ديت ما تروحش عامله زي اللبه يعني كده. حتى في الخلطه بتاعته كانت الله يرحمها امي كانت تحط ملح وفلفل، مش تحط اي حاجه تاني خالص. بشوف دلوقتي افتكاسات بقى ما اقولكوش، افتكاسات يعني، ومعرفش يعني، بحس انه مش الطعم برضه. وادي الشبت والكزبره، او مش الشبت والكزبره دول هما اللي فيهم، بصوا فيهم الحلويات كلها. شايفين الخلطه اهي، شبت وكزبره وملح وفلفل والدقيق والبضايه وشكرا. ما كانش فيه زمان الافتكاسات بتاعت دلوقتي. استنوا بقى اما اظبط الدنيا كده واشوف الطاسه. انا دايما بشك في عين البوتاجاز، الحمد لله. بصوا بقى، هاجي ايه، وهاجي حطها على النار، وادي جايبه الثانيه. انا بقى طبعا هنا بعمل بالمقصوصه، الله يرحمها امي زمان لا كان في مقصوصه ولا حاجه، كانت تحط كده بيضه وتشيل وتحط. يلا الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب. بصوا بقى، انا هنا مظبطه التقل بتاع الخلطه. استنى نحط دي كده وهقليها بقى. بصوا تعرفوا اول ما حطيته على النار، ريحه الشبت مع الكزبره اقسم بالله تحفه. مجرد بس ما اتحط على النار، ده لسه بقى لما يتقلي. شايفين بصوا عامل ازاي؟ استنى، مش عارفه اشيلها، مش عاوزه اشيل فيها زيت عشان القرنبيط بيشرب زيت كتير يا عيال. شايفين؟ بصوا الحلويات، تحس ان انت بتحمري كده في الدنيا. بصوا تحفه، وريحته بقى ما اقولكوش على الحلاوه. مش تقولي لي بقى الافتكاسات بتاعت اليومين دول. شايفين عامل ازاي؟ حطيت القرص بحاله، لان انا ساعات بشوف يعني
ناس كده يقولوا لك هاتيه واقلعي الوردات بتاعته واسلقي ورده. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ ايه الافتكاس ده؟ ايه الوردات بتاعتي دي اللي هتتخلع؟ ليه ان شاء الله؟ طب ما بيتحط كده بتبقى الجذور تحت كده عشان لما يبتدي يغلي اول حاجه الجذور من تحت ديت هي اللي بتاخد وقت، انما من فوق هي ما بتاخدش وقت ولا حاجه لانها بتبقى ضعيفه قوي. الوحده الارنبيطه، والارنبيط ده على فكره في ناس بتطبخه بس احنا الصراحه في بيتنا ما كناش بنحب نطبخه، احنا كنا بنحب نقليه. شايفين الحلويات؟ والله العظيم ريحته تحفه، والله ريحته تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم يعني. لو تشوفوا اللي واقف ورايا بصوا، بس طبعا انا مذنباه. شايفين اللي لسه بقى ما عملتش كده عملت غداها ولسه الارنبيط، احنا لسه في اول الشتاء. قومي كده هاتيلك قرص ارنبيط كده واقليه بالطريقه دي، طريقه زمان ما فيهاش الافتكاسات بتاعت دلوقتي، واقليه بالطريقه دي وشوفي الجمال والطعم. يومكم كله خير وهنا وسعاده، ويا رب اللي نفسه في اي حاجه يحققها. نهاركم سعيد يا كتاكيتي.